اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا لكل اب وكل ام. ساعات كتير الطفل بيعيا وتلاقي نفسك محتار، هل اتابع في البيت واستنى شويه ولا لا لازم اروح فورا للدكتور او حتى للطوارئ؟ القرار ده ساعات بيبقى صعب وممكن يقلق الاهل جدا لانهم مش عارفين امتى القلق يبقى طبيعي وامتى لازم يتحركوا بسرعه. وعلشان اسهل عليكم في حلقة النهاردة ان شاء الله هقول لكم على العلامات اللي ما ينفعش نستنى معاها، وهقسمها لكم بطريقة بسيطة وسهلة تقدروا ان شاء الله تفتكروها. اولا الحرارة، ثانيا التنفس، بعد كده الاكل والشرب، كمان السلوك والوعي بتاع الطفل، واخيرا اعراض تانية مهمة جدا ومش لازم نتجاهلها. وخلي بالكم ساعات الرقم اللي بتشوفوه على الترمومتر مش هو الأهم، اللي يفرق فعلا هو حالة الطفل نفسها. يلا بينا نبدأ. نبدأ بأول حاجة وهي الحرارة. الحرارة من أكتر الحاجات اللي بتخوف الأهل، وفعليا أغلب نزلات البرد الفيروسية بتخلي الحرارة تعلى يومين أو ثلاثة وبعدها تتحسن من نفسها. يعني مش كل حرارة معناها إن في مرض خطير، لكن في علامات معينة لازم توقفنا وما ينفعش نستنى معاها. لو الحرارة فوق 40 درجة ومش بتنزل حتى مع الخوافض، ده إنذار إن في حاجة محتاجة تدخل. ولو الحرارة استمرت أكتر من 3 أيام من غير أي تحسن لازم نبدأ نقلق ونكشف عند الدكتور. كمان لو الحرارة جت مع طفح جلدي مفاجئ أو ظهر معاه أعراض تانية خطيرة زي الخمول الشديد أو التشنجات، هنا لازم نتحرك فورا ونروح للدكتور أو حتى للطوارئ. مرة جات لي طفلة عندها 4 سنين، أمها قالت لي أنا استنيت عليها 5 أيام أصل الحرارة مش عالية قوي، ولما عملنا الفحوصات اللي احتاجناها للطفلة دي لقينا عندها التهاب بول شديد واحتاجت مضاد حيوي لفترة أطول لأن الالتهاب كان وصل للكلى. لو كانوا جم من بدري كان ممكن الموضوع يتعالج بسهولة ومن غير مضاعفات. نيجي بقى للتنفس. التنفس من أهم الحاجات اللي لازم نركز عليها مع أي طفل تعبان. ساعات الحرارة أو الكحة ممكن تخلي الأهل يركزوا على الترمومتر بس أو على درجة الكحة وينسوا إن أخطر مؤشر على حالة الطفل هو نفسه. لو لقيت نفسك شايفة إن ابنك بيتنفس بسرعة جدا أو في صوت صفير مع النفس ده إنذار محتاج تقييم سريع. ولو شفتوا إن الطفل بيكح ووشه بيزرق أو مش قادر يتكلم جملة كاملة من غير ما ينهج، يبقى لازم نتحرك فورا. في حالات تانية الطفل بيبان عليه انه بيشد عضلات صدره او بطنه عشان يقدر يتنفس، وساعات ممكن تشوفوا ضلوعه بتتحرك بشكل غير طبيعي مع كل نفس. دي علامة ان التنفس مرهق جدا بالنسبة للطفل. وفي اخطر الحالات ممكن يحصل توقف في التنفس ولو حتى لثواني، وده محتاج طوارئ فورا من غير نقاش. مرة جالي طفل عنده 8 شهور كان عنده كحة جامدة ومعاه شد واضح في صدره، والأم للأسف افتكرت إنه دور برد عادي وهيتحسن، لكن لما جت بيه اكتشفنا إنه كان عنده التهاب رئوي فيروسي اللي هو بنسميه برونكيولايتس واحتاج دخول المستشفى وعلاج بالأكسجين. نيجي بقى للأكل والشرب أو بمعنى أدق علامات الجفاف. من أخطر الحاجات اللي ممكن تحصل للطفل وقت المرض هو الجفاف، وده مش شرط يكون مع نزلة معوية، ده ممكن يحصل مع أي مرض وأحيانا بيكون أخطر من المرض نفسه. الجفاف عند الأطفال معناه إن جسم الطفل مش بياخد سوائل كفاية وبالتالي الدورة الدموية وباقي أعضاء الجسم ممكن ما يشتغلوش كويس. لو لقيتي إن طفلك مش بيشرب خالص أو بيرفض الرضاعة، هنا لازم ننتبه جدا وناخد بالنا من علامات الجفاف اللي هقول لكم عليها دي. واحدة من أهم العلامات هي غياب البول لفترة طويلة. لو الطفل ما عملش بول لمدة 8 ساعات أو أكتر، ده مؤشر واضح إن جسمه محتاج سوائل. في علامات تانية ممكن الأم تلاحظها بسهولة زي العياط من غير دموع مثلا، دي علامة إن الجسم فيه درجة جفاف. كمان ممكن تلاقي الفم واللسان ناشفين وده دليل إضافي على الجفاف. وخليني أقول لكم حاجة من الواقع، اوقات الطفل بيبقى عنده نزله معويه بسيطه والاهل يركزوا على الحراره او الترجيع لكن ينسوا يراقبوا شربه ودخوله للحمام. مره شفت طفل في الطوارئ جاي مرهق جدا ومدروخ، السبب على فكره الاساسي ما كانش الحراره ولا الترجيع لكن كان الجفاف اللي حصل بسبب انه ما قدرش ياخد سوائل كفايه طول اليوم. ده مهم جدا انه يتعالج بسرعه والا ممكن ياثر على وظائف الاعضاء بتاعه الطفل بالذات الكلى. نيجي بقى لواحدة من أهم العلامات اللي لازم ناخد بالنا منها وهي تغير وعي الطفل وسلوكه. الطفل الطبيعي حتى وهو مريض بيكون بيتفاعل بدرجة معينة، بيعيط، يلعب شوية، يستجيب لما تنادي عليه، لكن لما يحصل تغير ملحوظ في سلوك الطفل أو في وعيه هنا يبقى فعلا في خطر حقيقي.
لو لقيت ان ابنك بينام زيادة عن الطبيعي، صعب تصحيه وشكله مرهق بطريقة مش معتادة، لازم يتحرك فورا. كمان لا قدر الله ظهور تشنجات عند الطفل مع المرض دي علامة خطيرة ما ينفعش تتأجل. في بعض الحالات الطفل ممكن يشتكي من صداع شديد جدا مش بيحتمل، وده برضه مش طبيعي ويحتاج تقييم عاجل. من العلامات اللي الاهل ساعات يتجاهلوها ان الطفل يبطل يلعب او يتجاوب زي الاول، او يبان عليه انه مش موجود معانا، كانه مش مهتم باللي حواليه. مره مثلا جالي طفل، الام قالت لي ابني نايم طول اليوم ومش بيرد زي الاول، وانا كنت فاكره انه بس تعبان من الحراره. بعد الكشف والفحوصات الولد طلع عنده التهاب سحايا. الحمد لله ان احنا لحقناه بدري، ولكن كان ممكن تحصل مضاعفات كبيره. في بقى شويه اعراض مش مرتبطه بالحراره او التنفس او الاكل والشرب بشكل مباشر، لكن ده لما بتحصل مع الطفل لازم ناخدها بجديه جدا. لو الطفل بدا يحصل له قيء متكرر جدا، او لو لونه في دم، ده مش طبيعي، ده محتاج تقييم فورا. كمان لو لقيته ان البراز في دم او لونه اسود غامق قوي، لازم برضو نتحرك بسرعه. الاطفال ساعات بيشتكوا من وجع بطن شديد جدا او انتفاخ ملحوظ في البطن. الفرق بين المغص العادي والوجع اللي بيخوف ان الطفل هنا بيبقى متألم جدا وانت مش قادر تسهيه، فهو مش بيلعب ومش بيستجيب. ده ممكن يشير لحاجات زي التهاب الزايده البيضيه مثلا، او حتى لا قدر الله انسداد في الامعاء. لو حصل إصابة أو خبطة قوية في الرأس وبعدها ظهر ترجيع متكرر، صداع شديد أو فقدان وعي ولو حتى اللحظات، هنا ما ينفعش نستنى ونقول ما خبطة بسيطة وعدت. الحالات دي ممكن تخفي وراها إصابات داخلية خطيرة. أفتكر مرة جالي طفل كان بيلعب وقع على دماغه، الأم قالت اه الحمد لله وقام بعدها عادي وخلاص، ولكن بعد ساعات ابتدى يرجع أكتر من مرة. جالنا المستشفى وعملنا أشعة مقطعية ولقينا نزيف بسيط، الحمد لله ما كانش محتاج تدخل، ولكن كان محتاج متابعة في المستشفى. طيب بعد ما عرفنا العلامات اللي لازم نخلي بالنا منها، في نقطة تانية مهمة جدا وهي أخطاء شائعة ساعات بنقع فيها من غير ما ناخد بالنا، وممكن على فكرة تضيع كل اللي شرحناه. خليني أقول لكم إيه أهم الأخطاء دي. واحدة من الحاجات اللي بشوفها كتير في العيادة إن الأهل ساعات يعرفوا إن في مشكلة ولكن يتصرفوا بطريقة تخلي الوضع أسوأ. زي مثلا ان الاهل يقولوا هنستنى يومين يمكن يخف لوحده. المشكله ان الانتظار ده ساعات بيضيع فرصه التدخل بدري. في امراض مثلا زي التهاب مجرى البول او الالتهاب الرئوي، التدخل المبكر فيها بيفرق جدا، والتاخير ممكن يخلي الطفل يدخل في مضاعفات هو في غنى عنها. خطأ تاني مشهور وهو الاعتماد على الشكل الخارجي. الطفل شكله كويس حتى لو الحرارة عالية. ساعات على فكرة الشكل بيخدع، الطفل ممكن يبان طبيعي شوية بين نوبات الحرارة لكن يكون عنده التهاب خطير محتاج متابعة. وده اللي بيخلي الملاحظة الدقيقة أهم من مجرد الانطباع العام. من الأخطاء برضو اللي بشوفها بشكل متكرر إن الأهل ياخدوا مضاد حيوي من نفسهم كده من غير كشف أو من غير روشتة. ساعات ده بيخلي الأعراض تهدى مؤقتا وتغطي على السبب الحقيقي، وبالتالي بتأخر التشخيص الصحيح. في أوقات تانية المضاد نفسه ما بيكونش ليه أي لازمة لأن السبب في العدوى اللي عند الطفل هو سبب فيروسي، وساعتها بنكون ضيعنا فايدة المتابعة الصح من غير داعي، وممكن كمان نكون أثرنا على مناعة الطفل بدون داعي. الخلاصة إن مش كل كحة وحرارة محتاجة دكتور، لكن في علامات خطر لازم نتحرك معاها فورا. نركز على الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي: التنفس، درجة وعي الطفل، الجفاف، الحرارة اللي بتطول، والأعراض الغير معتادة. وقولوا لي في الكومنتات ايه أكتر موقف خلاكم تجروا بابنكم على الطوارئ، وشاركوا الحلقة دي مع أي أب أو أي أم محتاج يعرف المعلومات دي. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، أشوفكم على خير.